زهقت من اللف على نتفليكس ومش لاقي حاجه تستاهل؟ لو بتدور على افلام زومبي حقيقيه تشدك يبقى لازم تشوف اختياراتنا لافضل 10 افلام زومبي ممكن تشوفها. بس قبل ما نبدا بفكركم تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناه، لان ده فعلا بيساعد في ظهور المحتوى اكتر على اليوتيوب. نبدأ على طول في المركز العاشر بفيلم ترين تو بوسان. قصة الفيلم عن سوك هو، راجل مشغول طول الوقت عن بنته سو وان، والاتنين بيركبوا القطر الكوري السريع، لكن لحظة ما القطر بيتحرك الدنيا بتتقلب، محطة القطر بتتملي زومبي والسواق بيتقتل، ودلوقتي بقى على الركاب انهم يواجهوا الزومبي عشان يفضلوا عايشين. وفي المركز التاسع معانا فيلم كارجو. في عالم بعد نهاية العالم، أب بيحاول ينقذ بنته الصغيرة بأي تمن بعد انتشار وباء قاتل بيحول الناس لزومبي. فيلم درامي قوي عن الحب والتضحية، تمثيل مارتن فريمان العبقري، تصوير أسطورالي للطبيعة اللي ضاف جمال بصري رهيب. وفي المركز الثامن معانا فيلم داون اوف ذا ديد. ممرضة راجعة من شغلها تلاقي نفسها وسط جحيم لما الناس بتتحول لزومبي، بتحاول تهرب وتلاقي مجموعة من الناجين في مول تجاري، وهناك بيحاولوا يلاقوا طريقة للنجاة. تصوير مذهل للأحداث داخل المول، أكشن ورعب متوازن بطريقة رهيبة، إعادة إنتاج مبهرة لكلاسيكية روميرو. وفي المركز السادس معانا فيلم شون اوف ذا ديد. شون شاب عايش حياة مملة جدا، مفيش طموحات، وكل حياته عبارة عن قعدة مع صاحبه إيد في البار، لكن فجأة الزومبي بيغزو لندن، وشون بيقرر إنه ينقذ حبيبته وأمه وصاحبه في مغامرة كوميدية خرافية. ومن مميزات الفيلم إن الشخصيات هتحبها من أول ظهور ليهم، والسيناريو مكتوب بحرفية عالية ومليان مفاجآت. وفي المركز الخامس معانا فيلم 28 Days Later. تخيل تصحى من غيبوبة بعد 28 يوم تلاقي الشوارع فاضية والدنيا بايظة. جيم اللي بيصحى من غيبوبته في لندن بيكتشف ان فيروس وحشي حول الناس لزومبي، وبينضم الناجين تانيين عشان يحاولوا يهربوا ويلاقوا امان وسط الجحيم ده. الفيلم بيعرض الزومبي بالشكل الكلاسيكي، ومن مميزات الفيلم هي سرعة المصابين بالفيروس اللي بتزود الرعب بشكل كبير. وفي المركز الرابع معانا فيلم زومبي لاند. في عالم مليان زومبي، شاب خجول بيحاول يوصل لأهله في أوهايو، في الطريق بيقابل راجل مدمن وبنتين بيحاولوا ينجوا بأي طريقة. مميزات الفيلم هي سيناريو خفيف وممتع، كوميديا ذكية تخليك تضحك وانت في وسط الرعب، وأداء وودي هارسون كان عبقري. وفي المركز الثالث معانا فيلم ريك. مذيعة ومصور بيغطوا مهمة إطفاء عادية في مبنى، لكن فجأة الأحداث بتاخد منعطف مرعب لما الشرطة بتقفل المبنى بسبب فيروس بيحول السكان لزومبي. مميزات الفيلم هي أسلوب التصوير الوثائقي اللي بيخليك عايش اللحظة، رعب نفسي وأحداث سريعة، نهاية غير متوقعة نهائيا. وفي المركز الثاني معانا فيلم ذا نايت ايتس ذا وورلد. سام بيصحى بعد حفلة بيلاقي باريس كلها متدمرة والزومبي ماليين الشوارع، دلوقتي لازم يلاقي ناجين تانيين عشان يفضل عايش في وسط عالم مليان خطر. مميزات الفيلم نظرة جديدة ومختلفة عن حياة الناجي الوحيد، تصوير سينمائي ممتاز وهادي، والتركيز على الجانب النفسي بدل الأكشن. وأخيرا في المركز الأول فيلم I Am a Legend. بعد ما فيروس قاتل انتشر وخلص على أغلب البشر واللي فضل منهم اتحولوا لوحوش، بيلاقي الناجي الوحيد روبرت نيفل نفسه بيكافح لوحده في شوارع نيويورك عشان يوقف الفيروس ده. نيفل مش بس بيحاول يلاقي علاج، لكنه كمان بيدور على اي ناجي عشان ينقذه قبل ما يموت ويتحول. فيلم I Am a Legend من بطولة العبقري ويل سميث، واللي يعتبر من اقوى واهم افلام الزومبي والبقاء على قيد الحياة على الاطلاق. اتمنى ان الافلام دي تعجبكم، ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد.